تخيل انك معاك 200 مليون دولار ومش عارف تصرفهم. ده اللي حصل مع ستيفن توماس علشان نسي باسورد الابلكيشن عليه 7000 بيتكوين. استثمر في اللي بتفهمه وابعد عن اي استثمار ما بتفهمش فيه. ومش علشان تهرب من الادخار لانه مش مربح وبيقلل من فلوسك تجري ورا اعلانات السوشيال ميديا والمكاسب السريعه وتحط فلوسك في سوق الكريبتو للعملات الرقميه، خاصه كمان انه غير مصرح به في مصر. افضل حاجه تنوع استثماراتك، وزع فلوسك على اصول مختلفه قانونيه ومعروفه زي سهم، سندات، سلع، عقارات. ده بيقلل انك تخسر فلوسك كلها مره واحده. اعمل خطه استثمار طويله الاجل، لان الخطط القصيره وارد انها تتاثر بالتغيرات السعريه الكبيره. لو في استثمار انت مش متاكد انك عندك كل المعلومات الكافيه عنه، ممكن تستعين بخبير مالي يساعدك. سيب جزء من مدخراتك نقدي، لانك لو احتجت فلوس وانت كل مدخراتك في اصول وانت مش قادر تبيعها بسهوله هتضطر تبيعها بخساره. ونصيحتي الاخيره ليك، استثمر في اللي بتفهم فيه. ولو عايز تدخل مجال جديد تستثمر فيه لازم تدرس وتفهم وتقرا فيه كويس جدا. وكمان تابع حلقاتنا لاننا بنقدم فيها نصايح ماليه وطرق الاستثمار الامن اي حد من غير خبره كبيره يقدر يدخلها.